كابوس بيمر على كل بيت مصري اسمه الثانوية العامة. ضغط بيتحط فيه الطلبة وساعات أولياء الأمور مش بيقدروا الضغط اللي بيتحط على أولادهم. فدوى أختي داخلة تالتة ثانوي السنة دي، تعالوا اسمعوا حكايتها. ماما يا ماما. خير يا فدوى، عاملة إزعاج ليه على الصبح؟ عاوزة فلوس أحجز درس الفيزياء. هي كل يوم فلوس فلوس؟ هي ما بترحميش ولا ايه؟ ما اخواتك ما اخدوش دروس اهو، انما انت اللي عاوزه تاخدي في كل المواد. يا ماما الوقت غير دلوقتي، عشان خاطر اديني المدرس ده شاطر قوي وانا عايزه اخد عنده وهيفرق معايا جامد. وبعدين دي ماده واحده بس. هروح اقولي لابوكي انا ماليش دعوه. بلعت ريها من الخوف، بس انا خايفه منه. قولي له انت عشان خاطري. امشي من قدامي يا بت، انت ابوك عندك اهو في الاوضه وروحي له. طلعت وانا بعيط قابلت فاتن اختي، هي مهندسه دلوقتي. مالك يا فدوى بتعيطي ليه؟ عاوزه احجز درس الفيزياء وماما مش راضيه تديني فلوس احجز، وقالت لي روحي قولي لبابا. طب ما تروحي يا فدوى تطلبي من بابا، ايه اللي هيمنع يعني يا حبيبتي؟ ما انت عارفه يا ابله فاتن هيقعد يقول لي درس ايه اللي انت عايزاه تاخديه، هو انت مش فالحه غير في الدروس وبس؟ ما تذاكري لوحدك. ما عندك فاتن وفريد اخواتك اهم ما خدوش دروس خالص، واحد دكتور والتانية مهندسة، ولا انت ما تعرفيش تعملي زيهم؟ طب معلش يا فاتن روحي وجربي معاه، ولو مرضيش انا هحاول اقنعه. حاضر. دخلت لبابا الأوضة، بصت ايده ووقفت قدامه. بابا بعد اذنك، كنت عاوزة فلوس عشان احجز درس الفيزياء. فيزياء ايه اللي انت عايزه تحجزيها يا ست فدوى؟ ما تقعدي يا اختي تذاكري لوحدك زي اخواتك كده. اسمعي شرح المدرس عندك في الفصل وبعدين ترجعي تذاكري، ولا حتى دوري على فيديوهات اليوتيوب بدل ما انت قاعده تتفرجي على حاجات تافهه كده ولا هي فلوس وخلاص. يا بابا انت عارف ان المدرسين ما بيشرحوش في المدرسه وكل بيعتمد على الدروس الخصوصيه، وانا عاوزه اجيب مجموع بصراحه عشان عايزه اخش هندسه زي فدوى كده، عشان خاطري يا بابا. اخواتك ذاكروا من غير دروس يا ست فدوى، انت مش احسن منهم، اتعلمي منهم وشوفي كانوا بيعملوا ايه واعملي زيهم، بدل ما انت مش فالحه في حاجه كده. مش فالحه ازاي بس يا بابا وانا بطلع من الاوائل؟ يا بابا عشان خاطر هي دي الماده الوحيده بس اللي هاخد فيها درس ومش هطلب منك تاني، عشان خاطري. امشي يا فدوى من قدامي، روحي ذاكري لك كلمتين، امشي مش ناقص وجع دماغ. رحت الابله فاتن فقلت لها عملتي ايه يا فدوى مع بابا؟ مرضيش يا أبلة فاتن، كلميه انت بقى حضرتك، عارفة ان الفيزياء صعبة ومحتاجة حد يساعدني فيها. طب يا فدوى روحي اوضتك وانا هتكلم معاه. بابا حبيبي، اهلا اهلا بالمهندسة فاتن اللي رافعة راسي. بابا بعد اذنك تدي فدوى فلوس تحجز الدروس عشان خاطري. دروس ايه بس؟ ما انتوا ما خدتوش دروس اهو ونجحتوا ورفعتوا راسي. يا بابا احنا ربنا رزقنا بمدرسين عندهم ضمير، كانوا بيشرحوا في المدرسة ويا دوب بنشتري الكتب الخارجية وبس او المذكرات وبنذاكر منها، لكن دلوقتي بقت سبوبة، مفيش مدرس بيشرح الا قليل جدا، كله بيعتمد على الدروس. عشان خاطر يا بابا ونبقى عملنا اللي علينا عشان ما يبقاش ليها حجة، صح ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. خلاص خدي وامري لله، بس والله العظيم لو ما جابت مجموع لكون مشغلها خدامة ومجوزها أول واحد يتقدم ليها. ربنا يخليك ليا يا بابا وما يحرمنيش منك أبدا. جريت على فدوى عشان أفرحها. اتفضلي يا ست فدوى، ادي فلوس درس الفيزياء والرياضيات كمان. خدتني بالحضن من الفرح. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا، أحلى باشمهندسة فاتن في الدنيا. ولا منك يا حبيبتي يا بكاشة انت، شد حيلك بقى احسن ابوكي هينفخك لو ما جبتيش مجموع. حاضر يا ابله فاتن. حجزت الدروس وبدأت الدراسة وكل وقتي كان مذاكرة وبس. كنت في الدرس مع نوع صاحبتي. بقولك ايه، احنا خارجين النهاردة ما تيجي معانا؟ ايوه يا فدوى اهو نفك شوية، الواحد زي من المذاكرة والخنقة دي. لا 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 انا هروح عشان اذاكر، انا لازم اجيب مجموع كبير وادخل هندسة ولا تجارة، كل كليات في الاخر. على رأيك في الاخر الواحدة هتتجوز وهتقعد في البيت. بقول لكم ايه، انا ماليش في الكلام ده، انا هجري على البيت. جريت على البيت ودخلت. الحمد لله على السلامة يا ست هانم، اتأخرتي ليه كل ده؟ ما تأخرتش ولا حاجة يا ماما، الدرس خلص وجيت اهو. طب يا اختي تعالي ساعديني في المحشي ده. محشي ايه يا ماما اللي عايزاني اساعدك فيه؟ بقول لحضرتك عندي مذاكرة، الامتحانات قربت، تقولي لي تعالي ساعديني في المحشي؟ عن اذنك انا داخله اذاكر. محشيه وليا اللي عايزه البت تقعد معاكي تعمله، ده انا مستحلف ليها
والله لو ما جابت مجموع لا شغلها خدامة وجوزها أول واحد يتقدم ليها. سامعة يا ست فدوى؟ حاضر يا بابا، والله أنا مش مخليها في جهدي جهد، أنا بذاكر كل وقت، حتى وأنا داخلة الحمام باخد الكتاب معايا. دخلت أوضتي وقعدت أذاكر. في إيه يا ماما؟ ما تخف شوية على فدوى، مش كده؟ حرام عليكي، ده طول النهار والليل قاعدة بتذاكر، ما بتعملش حاجة في حياتها دلوقتي غير إنها بتذاكر وبس. مش وقت خالص إنها تخليها تساعدك في البيت، كلها شهرين والامتحانات هتبدأ. اسمعي يا ولية انت، ابعدي عن البت وسيبها بتذاكر، ولا حاسبك انت كمان عن اي تقصير هيحصل معاها. سامعة؟ لوت بوزها بمنتهى السخرية. لما نشوف يا اخويا هتطلع ايه في الاخر بلا وكسة. فضلت اذاكر لحد اذان الفجر. دخلت فاتن. لسه صاحية يا فدوى؟ يا أبلة فاتن، بذاكر رياضيات، بس في مسألة كده مش عارفة احلها. وريني كده. بصي، هتنزلي ده هنا وتعملي الخطوة دي، وفي الآخر اهو يا ستي. ايه ده سهلة خالص. شكرا يا أبلة فاتن. مفيش شكر، انت اختي الصغيرة. تعالي بقى وريني باقي المسائل. بصي، دي طريقتها اهي، ودي خطواتها كده. فضلنا 3 ساعات نحل مع بعض ومش حاسين بالوقت خالص. ياه، احنا بقالنا كتير بنذاكر، بس انتي ما شاء الله شاطرة يا فدوى، وهتجيبي مجموع أعلى مننا إن شاء الله. بجد يا أبلة فاتن أنا خايفة قوي. ما تخافيش، ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه، وأنا شايفاكي تعبتي قد إيه. تاني يوم وأنا نازلة الدرس. رايحة فين يا فدوى بدري كده؟ عندنا مراجعات يا بابا. أنا مش عارف دروس إيه اللي بتاخديها دي. اخواتك نجحوا من غير دروس، انت بس اللي طالعالي فيها وعايزة دروس. على الله يجيب نتيجة، وإلا والله لكون مجوزك سعد الميكانيكي. هو طلبك مني. ليه يا بابا كده؟ بدل ما تشجعني وتحفزني ليه بتحبطني كده بس؟ أنا مش بحبطك، أنا بقولك اللي هيحصل. لو ما جبتيش مجموع مفيش كلية، هتكوني هنا خدامة بلومتك وهتتجوزي سعد. هو طلبك مني وأنا قلت له يصبر لحد ما نشوف نتيجتك. ساعة ايه بس يا بابا اللي عايز تجوزهولي؟ انا ان شاء الله هجيب مجموع كبير وهبقى مهندسة زي فاتن. لما نشوف يا اختي. خرجت وانا دموعي سبقاني. قعدت على السلم شوية اكلم نفسي، ليه بس كده يا رب؟ بدل ما يشجعوني ان اجتهد اكتر ويكونوا في ظهري يعملوا معايا كده. انا عارفة هما بيعملوا كده ليه، هما فعلا كانوا بيعملوا مع اخواتي كده، بس معاملتهم اتغيرت لما دخلوا الجامعة. بس دايما بيقارنوني بيهم وقد ايه هما شاطرين وما خدوش دروس. يا رب قويني وقف معايا. طلع فريد اخويا. قاعده كده ليه يا فدوى؟ مش عندك درس؟ مسحت دموعي وشلت كتبي ووقفت بيها. مفيش يا بيه، انا رايحه المراجعه اهو. هو ايه اللي مفيش ده؟ انت معيطه خالص كده ليه؟ مالك يا فدوى؟ عياطي زاد واترميت في حضنه. بس اهدي خالص. بابا تاني مش كده؟ ايوه، كل شويه يقللوا مني ويقارنوني بيكم. انا والله بعمل كل اللي عليا، بذاكر طول الوقت، ما بنامش غير ساعة واحدة بس، وباقي اليوم مذاكرة. هعمل ايه تاني بس؟ طب اهدي وامسحي وشك وروحي المراجعة بتاعتك وانا هتكلم معاه. مشيت وفريد طلع لبابا. صباح الخير يا حاج. صباح النور يا حبيبي، لسه راجع من نبطشيتك؟ ايوه يا حاج، وقابلت فدوى رايحة درسها. وبعدين يا حاج، مش تخفوا عليها شوية؟ ولما خف عليها وتتدلع وما تذاكرش وبعد كده ما تجيبش مجموع، اعمل ايه ساعتها؟ وبرضه دي مش طريقة في التعامل معاها. ما هي نفس الطريقة اللي كنت بتعامل بيها معاكم، لازم اشد عليكم. وديك اهو ما شاء الله انت دكتور واختك مهندسة وشغالين كمان، عايزنا ادلعها عشان تبوظ مني؟ يا بابا انت فهمتني غلط، انا مش اقصد كده انك تدلعها او انك تشد عليها جامد، يعني خير الامور الوسط. قوم يا فريد شوف انت رايح فين، انا عارف بربي بنتي ازاي، وهتبقى وعيتها سودا لو ما جابتش مجموع وبقت زيكم، فهمني؟ استغفر الله العظيم، مفيش فايدة. عشان خاطري يا بابا شجعها، قول لها هجيب لك هدية، احنا لازم نكون سند ليها، بلاش نحطها تحت الضغط ده كله على طول. والله عالي يا دكتور فريد، بقى انت جاي دلوقتي تعلمنا اتعامل مع بنتي ازاي بعد العمر ده كله؟ حاشا لله يا حاج، انا بس عايزك تشجعها بأي كلام، كلها 2-3 وتبدأ امتحانات، لازم نكون وراها وسندها يا بابا. مشيت من قدامه وانا بدعي ربنا ان ياخد بكلامي. كنت في الدرس مركزة في كل كلمة المستر بيقولها. المدرس: مين هيعرف يجاوب على السؤال ده؟ رفعت ايدي: انا يا مستر عارفة الإجابة، تسمح لي اقولها؟ اتفضلي يا فدوى. قلت الإجابة صح. برافو يا فدوى، السؤال اللي بعده. رفعت ايدي برضو. قول يا فدوى. وقلت برضو الإجابة صح.
صح يا فدوى، جاوبتي على كل الأسئلة صح. برافو عليك يا فدوى، إن شاء الله هتكوني من الأوائل. بجد يا مستر؟ بجد إن شاء الله. أنت طالبة مجتهدة ومن أول الدراسة وأنت شاطرة. مشيت وأنا مبسوطة جدا. بدأت الامتحانات وكنت موتة نفسي في المذاكرة. ها عملتوا إيه؟ الحمد لله الامتحان كان حلو وجاوبت كله. أنا مش متأكدة من كام سؤال. بقول لكم إيه، تعالوا نراجع مع المستر. راجعوا مع المستر الامتحان كله. تمام يا فدوى، يبقى كده أنت قفلتي الامتحان. الحمد لله يا مستر، أنا كنت خايفة قوي. شدوا حيلكوا بقى في الباقي. رحت وأنا طايرة من السعادة. كان آخر يوم امتحانات وكنت بتغدى. ها يا فدوى، طمنيني عملت ايه في الايام اللي فاتت؟ معلش يا حبيبتي انشغلت عنك. ولا يهمك يا ابله فاتن، الحمد لله كنت براجع كل يوم مع المستر الاجابات كلها. قال لي اللي انت مقفله الامتحان كله وان شاء الله هطلع من الاوائل. هيبقى قابليني. ليه كده بس يا ماما؟ هي دي الكلمه الحلوه اللي بتقوليها لفدوى؟ شجعيها يا ماما، دي قضت السنه كلها في المذاكره وبين الكتب وعملت كل اللي تقدر عليه. يبقى نقول لها بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليكي يا ابيه، ما يحرمنيش منك ابدا. والله العظيم انا عملت اللي عليا وكنت موتة نفسي في المذاكره وحليت الامتحانات كلها، بس ان شاء الله خير. بابا كان قاعد ما اتكلمش، بس كان بيبص ليا نظرات غريبه ما قدرتش افهمها. عدى شهر وجه ميعاد النتيجه، كنت هموت من القلق. فدوى، هاي يا ابيه طمني، الموقع حمل معاك؟ بيحمل اهو يا فدوى. اهدي بقى وما تقلقيش. اهدي يا حبيبتي ان شاء الله خير يا رب. فجأة لقيت أبيه فريد بيبص ليا وهو مصدوم والدموع ابتدت تتجمع في عينيه. خدت منه تليفون. في ايه يا أبيه؟ وريني كده. ايه ده؟ لا 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 ده كده، النتيجة دي غلط، والله العظيم غلط، مش بتاعتي. أنا حليت الامتحان كله صح، أنا استحالة أجيب 60%. مش إجابتي، والله العظيم مش إجابتي، صدقوني. انهارت وبقيت أصوت والطم على وشي، مبقتش عارفة أعمل إيه. أبلة فاتن بقت مصدومة ويطبطبوا عليا. بابا دخل وخرجهم كلهم من الأوضة. بقى بتشتغليني يا بنتي ليه؟ رايحة من الدرس وجاية من الدرس، هات فلوس خد فلوس، عايزة أجيب مذكرة، عايزة أجيب كتاب، وانت فاشلة ما بتذاكريش. يا بابا والله العظيم أنا ذاكرت، وحضرتك كنت بتشوفني ما بطلعش من الأوضة طول النهار. والله بذاكر يا بابا، أنا حليت الامتحان كله وعارفة ومتأكدة من إجابته. دي مش إجابتي، دي مش نتيجتي. هصدقك انت ولا ايه واكدب النتيجة؟ انا هوريكي من هنا ورايح مالكيش غير لقمة واحدة في اليوم، وهتشتغلي خدامة، وهجوزك سعد الميكانيكي. يا بابا بوس ايدك صدقني. طب بص، هنقدم تظلم، انا متأكدة ان احنا لو قدمنا تظلم مش هتطلع نتيجتي ولا اجابتي. عشان خاطري يا بابا، عشان خاطري. بابا ضربني جامد وحبسني في الأوضة. قلتلكوا دي مش بتاعة مذاكرة اهي، وكستنا. هقول للناس ايه؟ خابت وفضحتنا. كفاية يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بدل ما تاخديها في حضنك وتطبطبي عليها ونشوف حل هنعمل ايه. حرام عليكم، انتوا ليه دايما بتعاملوا معايا كده؟ عشان فاشلة ووطت راسنا. انا هكلم سعد وهقول له يجي يتقدم ليها ونخلص منها. كنت سامعاهم وانا بموت من القهرة. بعد يومين كنت محبوسة من غير اكل ولا شرب. فريد، ممكن اتكلم معاك شويه لو سمحت؟ تعالي يا فاتن اقعدي. خير في ايه؟ عاجبك اللي بيحصل في فدوى ده؟ بابا وماما قسوا عليها قوي، بدل ما تكون ايديهم تطبطب عليها يعملوا فيها كده. كفايه القهر اللي هي فيه. انا حاولت اتكلم مع بابا وماما واطلعها بس هما رفضوا ومصممين ان هما يجوزوها لسعد. احنا هنسكت بقى على المهزله دي؟ يعني ايه يجوزوها وهي لسه ما كملتش 18 سنه؟ دي مهزله. مش عارف انا مش عارف اعمل ايه. اتصل بتيتا وجدته ولا اتصل بخاله احمد في البلد يجي ويشوف حل معاهم؟ انا بجد دماغي وقفت. اتصل بس بخاله احمد وقول له هو يجي يتصرف معاهم. انت عارف هو بيحبنا قد ايه، وخصوصا فدوى. وفي حل تاني برضو يا فريد. حل ايه؟ نروح انا وانت نقدم التظلم في كل المواد. انا متاكده ان دي مش النتيجه، دي مش نتيجه فدوى. وفي حاجه حصلت. انت فاكر السنه اللي فاتت لما قالوا ان النتائج بتتسرق والورق بيتبدل؟ انا متاكده بقى ان حصل ليها كده. ما انت عارفه ان بابا رفض نعمل حاجه زي كده. هنعملها من وراه. بكره الصبح نروح نقدم تظلم من غير ما حد يعرف. ماما دخلت عليا الاوضه وهي بتبص لي بقرف. قومي يا موكوسه، قومي اغسلي السجاد كله ونفضي الشقه عشان العريس جاي. عريس ايه؟ انا مش هتجوز، انا هكمل تعليم. تعليم؟ ما خلاص يا حبيبتي بح، ما فيش تعليم يا حبيبتي، في خدمه وجواز من سعد الميكانيكي. مش هتجوزه لو اخر يوم في عمري. اخرس يا قلة الادب ويلا نجري قدامي بلاش قرف. يا ماما ده انا بنتك، بتعملي معايا كده ليه؟ عشان خيبتي املي فيكي
ووكستيني قدامي يا اختي على الحمام عشان تغسلي السجاد. دخلت الحمام وبدأت أغسل السجاد وأنا بموت من العياط. بقى كده يا ماما تخليها تغسل السجاد كله؟ احنا من امتى بنغسله في البيت؟ من هنا ورايح يا حبيبتي، هي اللي هتعمل كل حاجة في البيت. بس ده كتير عليها يا ماما. انا خلصت السجاد كله. روحي على المطبخ اغسليه كله من فوق لتحت. بس انا تعبت ودخت، انا ما اكلتش حاجه بقالي كام يوم. ما فيش اكل لحد ما تخلصي البيت كله. طب يا ماما سيبيها تاكل حاجه لما تخلص. دخلت على المطبخ وانا مش قادره، حاسه بارهاق ودوخه. في اوضه فريد بيكلم خاله في التليفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ واخواتك وامك وابوك عاملين ايه؟ كلنا كويسين يا خالو ما عدا فدوى. مالها يا ابني؟ طمني عليها. تعالى بسرعه يا خالي، الحقها قبل ما يجوزوها غصب عنها. يعني ايه جوزوها غصب عنها؟ هو ابوك اتجنن ولا ايه؟ هيجوزها قاصر؟ هو ايه اللي حصل؟ النتيجة طلعت ولقاها 60%، بس احنا متأكدين ان فيها حاجة غلط ومش هي دي نتيجتها، ومن ساعتها بيأذوها. هات جد وتعالى. وحتى لو جابت 60% هي دي النهاية ولا ايه؟ هو مش آخر الكون يعني؟ كل واحد بياخد نصيبه ورزقه، ما يمكن ربنا يرزقها بكلية غير اللي كانت مخططة ليها وتبقى ناجحة فيها. ده ابوك وامك شكلهم اتجننوا على الاخر. انا هجيب جدك واجي على طول. ماشي يا خالو، حاول ما تأخرش، دول هيقروا الفاتحة ويلبسوها الشبكة بالكر. هي ملقاش اهل ولا ايه؟ ابوك يكلمها ويستشيرها، لكن من دماغه كده لا. هو ملوش كبير ولا ايه؟ ده انا هجيب عمك الكبير معايا ونشوف اخرتها مع ابوك. ماشي يا خالو، انا في انتظاركم. هيا فريد، عملت ايه؟ قدمت تظلمات وكلمت خاله، وهيجي على طول هو وعم مدحت وجده. يا رب يلحقوها، انا سمعت انهم عايزين يكتبوا الكتاب يوم الجمعة. ربنا يستر بقى. في المطبخ، هيغسلي يا اختي كويس، حاجة تنفعك. كفاية بالله عليك يا ماما، انا تعبت قوي، مش قادرة خلاص هقع من طولي. خلاص يا موكوس، بلاش كتر كلام، لسه الحمام وباقي الشقة. ما هو مادام ما فلحتيش في التعليم يبقى تخدمي في البيت، تتعلمي حاجة اهو تنفعك لما تتنيلي تتجوزي. بابا دخل المطبخ. سناء، اعملي لي كوباية شاي. جريت على بابا ابوس ايده. ابوس ايدك يا بابا، اقف جنبي، والله العظيم النتيجة دي غلط، مش بتاعتي، انا عارفة نفسي، انا حليت كله صح، عشان خاطري يا بابا خلينا نقدم تظلم، انت ابويا وسندي وظهري. شد ايده من ايدي. جهزي نفسك، خطوبتك بكره على سعد الميكانيكي. لا بالله عليك يا بابا ما تعملش فيا كده، انت سندي وظهري، بلاش تكسرني كده. فضلت اصرخ بانهيار لحد ما اغمى عليا. يا لهوي يا لهوي، بيت يا فدوى، الحقني يا فريد. دخل يجري. في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ بنتي، اختك مالها يا ابني؟ مش عارف لسه. شلتها وفاتن غطيت لها هدومها المبلوله وعلقت لها محلول. بعد كام ساعه بدات تفوق. دماغي، يا ماما، انتوا هنا؟ سامحتوني صح؟ الحمد لله على سلامتك يا قلبي، كده تخضينا عليكي. ايه اللي حصل يا ابله فاتن؟ دخل فريد. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، حاسه بايه دلوقتي؟ دماغي وجعني قوي. معلش يا حبيبتي، ده اثر الوقعه بس، انت دختي من قله الاكل. بعد اذنك يا فاتن هاتلها تاكل عشان تقدر تقف على رجليها. بابا وماما كانوا واقفين ما تكلموش، بس شفت في عينيهم نظرة ذنب ما شفتهاش قبل كده، وخرجوا بره. فدوى لو جرالها حاجه انا مش هسامحكم العمر كله. مبسوطين دلوقتي باللي حصل لها ده؟ طلع فريد. دخلي لها الاكل يا فاتن. حاضر. كده يا بابا، هي دي الحنيه اللي بتدوها لينا؟ بدل ما تطبطبوا عليها تخذلوها بالشكل ده؟ الثانويه العامه مش نهايه العالم. في اوضه فدوى كانت نايمه على السرير. يلا بقى كلي من ايدي عشان تخفي بسرعه. بس انا مش عاوزه اخف، انا عاوزه اموت وارتاح. ليه كده بس؟ بعد شر عليكي يا حبيبتي، احنا كلنا بنحبك واقفين جنبك. لا انا محدش بيحبني، بابا وماما مش بيحبوني وعايزين يخلصوا مني. مصدقونيش، موقفوش جنبي، عايزين يرموني في كواسه، بالنسبه لي سجن، مش عاوزين يدوني فرصه اثبت ان دي مش نتيجتي. والله اهدي يا حبيبتي، انتي لسه تعبانه وكده هتتعبي زياده. اخدتني في حضنها وبقيت اعيط بصوت عالي. تاني يوم صحيت مصدعه وجسمي وجعني. قمت بالراحه، كانوا بيفطروا بره. اهلا بالقمر، الحمد لله على سلامتك، تعالي افطري يلا. ماليش نفسي يا ابيه، انا داخله اخد حمام. تعالي افطري الاول عشان ما يحصلكيش زي امبارح. شكرا يا ابله فاتن، ماليش نفس. خلاصي خدي دش عشان تفرشي الشقه، العريس جاي بالليل، اطلعي هاتي السجاد من على السطح. شقتين اللي تفرشها دي يا ماما؟ ده لسه تعبانه. ما هي زي القرد اهي، خلاص يلا. انا ماشي بدل ما اطلع من هدومي.
فريد نزل عشان يشوف نتيجة التظلم. بصيت لها بوجع ودخلت الحمام، قفلت الباب وقعدت وراها أعيط بقهر لحد ما سمعت دوشة بره. فتحت لقيت جده. جدو الحمد لله على السلامة يا حبيبي، خدني معاك يا جدو، ما تسيبنيش هنا وحياتي عندك. اهدي يا بنتي، واللي انت عايزاها نعمله. خالو هتاخدوني؟ والله العظيم مش درجاتي، خليهم يصدقوني، انا عاوز اعمل تظلم وهم رافضين. طبطب عليا بحنية، احنا مصدقينك يا فدوى وهنعملك اللي انت عاوزاه. انا مش عاوزة اتجوز، انا عاوزة اكمل تعليمي بس عشان خاطري يا خالو. بلاش يجوزوني دلوقتي، ادوني فرصة اثبت انها مش نتيجتي. ما تخافيش يا فدوى، مفيش حاجة من دي هتحصل. خلصت كلامكم كلكم ونسيتوا انها بنتي وانا الوحيد اللي من حقي اقرر مصيرها، وهو المصير انك تحرمها من التعليم وتجوزها غصب عنها وهي كمان قاصر. عيب عليك يا محمد تعمل في بنتك كده، ده الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال عليهم المؤنسات الغاليات. بدل ما تاخدها في حضنك وتطبطب عليها وتدور على اللي اغتصب حقها في الثانوية العامة وخدت نتيجتها، عاوز تجوزها غصب عنها. والله انا قلت لها لو ما جبتيش مجموع زي اخواتك هتعيشي خدامة بلقمتك واول عريس هتتجوزيه. يخص عليك بقى، عايز ترمي بنتك لمجرد انها ما جابتش مجموع وانت عارف انها طول عمرها من الاوائل؟ بقول لكم ايه، انا حر ببنتي، ان شاء الله موتها ولا ادفنها حيه، محدش ليه حاجه عندي. ده اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير، مش من حقك تجبرها على حاجه. انت هتخالف شرع ربنا ولا ايه؟ شكلك كبرت وخرفت. جرى ايه يابا، انت جاي تشتمني ببيتي واكسر دماغك كمان؟ انت كبرت عليا ولا ايه؟ العفو يابا، ما كانش العشم يابا، بدل ما تقف معايا في جوازها، مش لما يكون برضاها، لكن ده غصب عنها. انا عاوزه اكمل تعليمي، عاوزه اكمل تعليمي يا بابا. سعد ده جاهل ما بيعرفش يكتب اسمه، ليه عايز ترميني ليه؟ انت اب ظالم. ضربني بالقلم. اخرس يا ليت الربايه، بدل ما ادفنك حيه. يا ريتك زي اخواتك، بس انا ما عرفتش اربيك، بس احنا لسه فيها. لقيت نفسي بجري على البلكونه وبقف على السور. حرام عليك، بكره تعرف انك ظلمتني وانها مش نتيجتي. غمضت عيني ونطيت من البلكونه. الصدمه خرست الكل، فاقوا على صريخ فاتن. فدوى اختي لا. نزلنا نجري. يا حبيبتي يا بنتي رد عليا يا قلب امي، حقك عليا، الشيطان عماني. يا بنتي ارجعي يا بنتي، واللي انت عايزاها نعمله، بلاش تحرقي قلبي عليكي. فريد كان جاي فرحان ان يرجع حق اخته. فدوى اصحي يا حبيبتي، اصحي، انا عملتلك تظلم ونتيجته طلعت النهارده، اصحي عشان تفرحي بنتيجتك. فدوى ماتت نتيجة جهل اهلها. اثناء التحقيق في النيابة وكيل النيابة: ممكن تهدى يا دكتور فريد وتحكي لي اللي حصل؟ انا ما كنتش موجود ساعة الحادثة، بس فدوى كانت في ثانوية عامة السنة دي، طول عمرها من الاوائل وشاطرة، كنا متوقعين انها تطلع من الاوائل، بس يوم النتيجة لقيتها جابت 60%. طبعا انهارت وعيطت وقالت انها مش نتيجتها وان اكيد في حاجة غلط. كانت عايزة تقدم تظلم، بس بابا ما كانش شايف ولا سامع، ضربها وحبسها ومنع عنها الاكل والشرب وقرر ان يتجوزها. والعريس ده كان سعد الميكانيكي. تحايلت عليه انا وفاتن اختي ان احنا نخرجها، بس للاسف رفض. ما كانش قدامي حل غير ان اقدم التظلم من وراه واشوف اللي هيحصل في نتيجتها. وكلمت جدي وعمي وخالي في البلد عشان يجوا يوقفوا بابا عند حده، وفعلا جم، وانا سبتهم ونزلت عشان جاتلي مكالمه ان هم هيقولوا لي نتيجه التظلم. رجعت لقيتها غرقانه في دمها. طب وانت يا باشمهندسه فاتن كنت موجوده؟ ايوه يا فندم انا كنت موجوده، كنا كلنا بنتكلم وبنحاول نوقف بابا اللي ناوي يعمله، بس هو ما كانش سامعنا، كان مصمم على اللي في دماغه وضرب فدوى بالقلم، وكان بيتخانق هو عمي وخالي وجده. فدوى ما استحملتش اللي حصل وجرت على البلكونه ورمت نفسها. انا كنت جايه افرحها واقول لها ان حقها رجع واني ما سكتش وانها فعلا طالعه من الاوائل، بس ما لحقتش، ما ادتنيش فرصه، راحت للي خلقها. ممكن يكونوا ارحم عليها من اهلها. ممكن اعرف ايه اللي حصل في التظلم. وراها اتبدل مع ورقه بنت تانية بنفس الاسم الرباعي. لما طلبت اشوف وراها اكتشفت انه مش خطاها في كل المواد، صورته وبهدلت الدنيا، واكتشفنا انه متبدل وجبت لها النتيجه الجديده. كان نفسي افرحها واقول لها ربنا مش بيضيع حق حد. استاذ محمد، الثانويه العامه مش اخره الدنيا ولا نهايه الحياه. ياما ناس جابوا مجاميع عاليه ودخلوا الكليات اللي كانوا بيحلموا بيها ما قدروش يحققوا فيها اي حاجه، وناس جابت مجاميع صغيره ودخلت كليات عاديه بس قدروا يحققوا نجاح كبير. اهم حاجه ان احنا نكون في ظهر ولادنا ونساندهم في اي وضع وفي اي موقف، نكون الايد اللي بتطبطب مش الايد اللي بتوجع وتهين.
أتمنى كل أب وأم يراجعوا نفسهم قبل ما يتصرفوا أي تصرف يأذوا بيه ابنهم أو بنتهم. ودي كانت نهاية حكايتنا، أتمنى تكونوا استفدتوا منها، ويا رب إن شاء الله النجاح لكل الطلبة. أشوفكم إن شاء الله في سكريبت جديد وقصة جديدة أحلى وأحلى. دمتم في رعاية الله وأمنه، مع السلامة.